ربك، ربنا. ما معنى مسمى الرب في علم كلمات عربية أو في علم كلمات عربية؟ باختصار، هل يوجد في الخط المصري القديم معنى رب بتفصيله؟ السلام عليكم، معكم رشيد أبو زيد. وعلم الكلمة القديم المسجل بواسطة الخط المصري القديم وعلاقته بكلمات القرآن الكريم وبكلمات عربية بصورة عامة. نعم، معنى رب مسجل في الخط المصري القديم هطرحه لك حاليا دلوقتي، لكن للتذكرة ما زلنا مع سورة الضحى، وقلت ده الفيديو الرابع إن شاء الله. ونوهت لي في الفيديو السابق إن أنا هتحدث عن مسمى رب. مبدئيا عايز تحطوا حاجة في دماغكم، في مصطلح سائد حاليا دلوقتي عشان بس تبقى متجاوب معايا في الفيديو، اللي هو مصطلح البناؤون. في على مستوى العالم حاليا دلوقتي مصطلح اسمه مصطلح البناؤون. ليه هم اختاروا المصطلح ده بالذات واطلقوه على انفسهم؟ تعالوا معايا وهتعرفوا الحقيقة. كيف تكتب رب في الخط المصري القديم وايه معانيها؟ لها عدة اشكال متعددة هنجيبهم مع بعض. الشكل العام بتتكتب كده، دي السلة، هنشرح واحدة واحدة. وهنا ده المخصص، هنعرفه واحدة واحدة. ده اسمه ايه ده؟ طبعا ده هتقول دي نب ورب برضه، لان في تبادل في المصرية القديمة في الخط المصري القديم بين النون والراء. يعني الموجة في الخط ده بدايتها تتنطق كده، ادي النون وادي الباء، فاسمها ايه؟ نب او رب. عن دراسة حقيقية مقارنة موجودة عندي بفضل الله، ان المصطلح ده او السلة دي بتنطق نب او رب، والغالب هي رب. ما معنى رب هنا؟ حتى هديك المعنى مطابق معاك لما أطرحه عليك. إيه معناها؟ معناها لورد، معناها لورد، لورد قائد، مدير، بيدير الأشياء، هو بيدير الأشياء. اللورد، السيد اللورد بيدير كل شيء، كل شيء تحتيه معاه في إيده يمتلكه. هي الماستر، هي الماستر، السيد. طبعا كل رب سيد، كل رب قائد، مدير. هي الأونر، هي الأونر. يعني الأونر هو المالك، هو المالك لأي شيء، فكل مالك لأي شيء يسمى رب. حتى عندنا رب العمل هو الحائز على العمل، هتلقى رب العمل هو مدير العمل، هو السيد في ذلك المكان، هو من يمتلك ذلك العمل. رب الدار، ربة الدار، نحط لها تاء التأنيث، فهي سيدة الدار، هي مالكة الدار، المفروض لأنها بتدير إدارة الدار الداخلية. إيه تاني كمان معناها؟ البوسيسيون، بوسيسيون هم المالكون المستحوذون على شيء معين. ده الرب، ده معناه. تعال اجيب لك معنى تاني عاد جميل جدا، هو ده اللي هيوصلك للأطروحة اللي طرحتها عليكم. قلت لكم ليه أطلقوا على أنفسهم مسمى البناؤون؟ ما هل تعلم بأن الرب أو الرب معناه البناء أو البناؤون أو البناء؟ رب معناها البناء. تعال اكتبها لك ولك أن تحكم. هنا جاب لنا المنطوق الأولاني للسلة دي. لو أنا عايز أحلل ده، دي هي دي كده منطقها، دي النون أو الره، نون أو ره، نب أو رب. هنا شال لك النون عادي خالص في المصرية القديمة، دي أصلا منطقها رب. هنا جاب لك أكد لك المنطوق براحته، هو بيعمل كده المصري القديم بحرية كاملة لكن بدون قاعدة، هو عايز يعمل كده، بس هو معرفك إن دياتي أولها
الموجة، منطوق الموجة، والموجة بتنطق نون أو راء في حالات متعددة موجودة عندي. ودي الساق القائمة دياتي المستقيمة تنطق باء. ده المخصص، ده يعبر عن السيادة أو الامتلاك، ودائما بيرمز إلى الجاد، للإله. وطبعا هل بعد الإله ممتلك غيره أو مسيطر؟ هل بعد الإله سيد؟ فده السيد الأعظم معروف، نب أو رب، ودي بترمز للسيادة دائما أو الامتلاك. تمام؟ فهنا طبعا هيديك مخصص آخر غير ده، بس هو بس بيوضحه لك بصورة أكبر. هنا الباء وهنا فرخ السمان. هنا شكلنا تشكيل مختلف شوية، فهنقول ايه؟ دي الضمة، الرب. هنا المخصص بقى، شوف جمال المخصص هنا. ادي المخصص، دي حائط في حالة إنشاء، حائط في حالة إنشاء. وفي شخص اللي هو المنشئ واقف جنب الحائط. ده اسمها ايه؟ ربو او نيبو. الربو. مين هم الربو؟ دول البلدر. دول ايه؟ البلدر. دول البلدر، دول البناؤون، الباني. ده الباني، ده البناء، ده البناء، ده اللي بيبني، ده اللي بيكون الاشياء. ليه طيب هو بيبني؟ لانه لديه الاونر، معه الامتلاك. فكل من لديه امتلاك يسمى ربو، باني. عشان كده عندنا بص، الرب هي التربية. يقول لك ربوهم، ربوا أولادكم، ربوا يعني ابنوهم. ربوا هي حالة بناء. طب انت هتبنيهم منين؟ من الامتلاك اللي عندك المعرفي، عن طريق القواعد المعينة اللي انت بتمتلكها، فلازم تربيهم. ربوا، انت بتمتلك شيء معين، ربوا أولادكم على ذلك الامتلاك الصحيح. فربوا هي التربية، والتربية بناء. فهنا نصل لمصطلح البناؤون. من هم دول؟ دول الرب. عايزين يعملوا فينا ايه؟ عايزين يربونا. ايوه، عايزين يربونا، عايزين يعملونا التربية على هواهم هم. عشان كده احنا تايهين. شوفوا، هم عارفين المصطلح وعارفينه جيدا، بس ما جيبوهولكش بصورته الحقيقية اللي انت بينطق في كتاب الله، فجيبوهولك بصورة مدارية. البلدر، البناؤون، لا، دول الرب، دول الرب. يعني المصطلح ده العالمي اللي سائد حاليا بيقول لك هم البناؤون، دول اسمهم الرب او النبو، دول الاسياد. هم بيقول لك احنا اسيادك، احنا اسياد العالم. وماشي المخطط على المستوى ده ان يطبقوا النظريه دي. ده مش نظريه، ده عايزين يخلوها حقيقه، واصبحت حقيقه. هم اسيادنا فعلا، بيمتلكون. الحمد لله، انا سيدي ربي ان ربي الله بفضله سبحانه وتعالى. ليه؟ لاني عقلي متحرر، حرره لي الخالق عز وجل، وبالتالي اتجهت الى الصراط المستقيم. هم عايزينك يكونوا ربوا، يبنوك او يربوك بعيد عن الصراط المستقيم، فبالتالي هيسيطروا عليك بافكار دائما. وده اللي بيحصل حاليا، ده اللي بيحصل. فكده فهمنا معنى الرب. فالرب هو السيد. طيب، ليه الخالق في كتابه دائما يقول لك ايه؟ رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظيم. يعني ايه؟ هو الرب متعدد؟ لا، الخالق بيوضح لك هنا، بيفصل لك القوة بتاعته، بيفصل لك الامتلاك بتاعه سبحانه وتعالى. الله، إن ربي الله، أي الحائز أو المتملك أو الماستر أو الباني أو المسيطر الله. فهمنا دي؟ لكن إذا فرقت القوة دياتي ولم تجعلها متصلة بالله، أنت كده كما قال يوسف لصاحب السجن: يا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير؟ متفرقون، كل واحد على راسه زي ما نقول عندنا كده، كل واحد لوحده مع نفسه. القوة دي مستقلة، ودي مشكلة في حد ذاتها. طبعا احنا كده دخلنا في عملية إشراك أو شرك. يا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار.
فلو الأرباب دي متصلة بالله، دي القوة دياتي بتنسبها لله، فأنت بتؤمن بالله، فيش كلام. لأن القوة دي هي قوة الخالق عز وجل سبحانه وتعالى، والبارئ والمسيطر، وهكذا. كل دي أرباب. رب السماوات هو المسيطر على السماوات، ورب الأرض هو المسيطر وباني الأرض سبحانه وتعالى، ورب العرش العظيم ده الملكوت كله بقى هو رب العرش العظيم. إذن كده وضحنا المعنى مسمى رب، وقلنا المسميات دائما الخالق أطلقها في ملكه على الأفعال، على الأفعال. فهنا الرب بيعبر لك عن أفعال الخالق في ملكه، الرب بيعبر لك عن أفعال الخالق في ملكه. سبح اسم ربك الأعلى، ربك الأعلى، ربك الأعلى ده بانيك. هنا ما المقصد من ربك في سورة الضحى؟ ما ودعك ربك، ربك هنا بانيك. لأن بص، ألم يجدك، ألم يجدك، ألم يجدك، يعني أنا اللي بنيتك سبحانه وتعالى. بيوضح لعبده، بيقول له خد لي بالك، أنت تحسب أنا بنيتك. ألم يجدك ده حالة بناء، يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، ده حالة بناء. كل ده بناء 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 بناء. ليه بناء؟ لأنه هو الأونر سبحانه وتعالى، هو الممتلك، هو المسيطر، ومعه كل أدوات البناء. كل أدوات البناء يمتلكها البارئ المسيطر سبحانه وتعالى، فهو الرب الأعلى، الرب الأعلى. الرب الأعلى هو المسيطر العام العظيم، هو الله سبحانه وتعالى. طيب يبقى ربك هنا. طيب وما ليه الكاف؟ ما أنا قبل ما أنسى، الكاف في المصرية القديمة عبارة عن السلة اللي ليها ودن كده، دي معناها يو أو يور، يعني أنت أو لك، أنت أو لك، لك. فربك أي سيدك، مالك، بانيك، الذي أعطاك من ملكه، منحك شيء ما، هو ربك. موجود في الخط المصري القديم والله. فأنا لو عايز أكتب ربك كده، بص هضيف الكاف هنا كده، أهي دي هي دي، يسووا بعض الاثنين، دي ربك ودي ربك، دي ربك ودي ربك. الخط المصري القديم سجل عربية، وعربية دي كلام القاطنين في الأرض، مش كلام فئة معينة من البشر، دي كلام البشر كلهم. هنوضح بعد كده أما ليه اختلاف طلعت حاجات مش موجودة أصلا في عربية، دي اسمها المشتقات وهنوضحها بعدين. لكن العربية دي جذور أساسية موجودة منذ القدم، وأنقى منبع لقيته، أنقى منبع لعربية بجذورها لقيته الخط المصري القديم. قلت قبل كده لأن الخط ده صعب تزويره، صعب تزوير الخط ده، صعب انك تزوره. لو شلت رمز حته من رمز كده يقول لك هنا في تزوير، لكن باقي الخطوط ممكن تزور وهكذا. وبرضو كان عندهم خاصيه التفرد، صعب جدا كان حد يجلد الخط ده هواتي. لكن احنا ممكن كلنا نكتب خط عربي، كنا خط انجليزي، ده صعب ان حد يكتبه، وكانوا بيكتبوه بمقاييس معينه كمان، مش كده وبس، ده مقاييس معينه ماهرين فيها جدا. عشان كده كان التزوير أصعب ما يكون فيه. ده الحفظ اللي أمر به ربنا سبحانه وتعالى، إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا والله أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.